عليكم اصحابي وحبايبي. الظلم اسوأ حاجه ممكن تمر على الانسان في الحياه. الظلم وما ادراك ما الظلم، وما ادراك ما الحجاج بن يوسف الثقفي. في يوم من الايام دخل سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب حفيد الفاروق على مجلس الحجاج، وكان قدامه مجموعه من الرجال مسلسلين بالاغلال مربوطين بالسلاسل. بص الحجاج لسالم حفيد عمر بن الخطاب وقال له: يا حفيد الفاروق، خد السيف واقتل البغاة. قال له: ماذا؟ قال له: اقتلهم، موتهم. الناس كلها بصت مستنين سالم هيعمل ايه. خد سالم السيف من ايد الحجاج وقرب على الراجل. اول واحد قال له: يا اخي انت مسلم؟ هاج الحجاج وقف وقال له: ما فائدة هذا السؤال؟ امضي لما انت ماض فيه، نفذ الامر، يعني نفذ الامر واقتل. سالم ولا كانه سمع الحجاج. الراجل قال له: ايوه انا مسلم. قال له: انت صليت الفجر؟ قال له: ايوه صليت الفجر. واستحلفك بالله اقتلني وما تنولش غضب الحجاج، لانه طاغية وظالم وهيكتب، وانت حفيد الفاروق باب مدينة العدل، وانا عندي ان انا اتقتل احسن من ان انا اشوفك انت تتقتل. سالم بص للراجل ومسك السيف رماه في الارض. هاجي الحجاج ووقف. قال له: ما قتلتوش ليه؟ قال له: هذا الرجل مسلم لا يجوز قتله، وهذا الرجل صلى الفجر، ويقول نبينا الذي لا ينطق عن الهوى: من صلى الفجر فهو في ذمة الله، وأنا لا أقتل رجل في ذمة الله. بص له الحجاج وقال له: أنا مش بقتله عشان تارك الصلاة، أنا بقتله عشان هو من المشتبه فيه في قتل عثمان بن عفان. قال له: هناك من أولى بي مني ومنك بدم عثمان، ولا أنت قريبه ولا أنت من عشيرته. هاجي الحجاج وبعد شوية سكت، والناس كلها مستنية الحجاج هيعمل ايه، هيأمر بقتل سالم حفيد عمر بن الخطاب. بس اللي حصل عكس كده، أمر بإطلاق سراح الناس. سبحانك يا رب، لما الإنسان بيقف في وش الظلم كده كده لازم ينتهي. لما وصل الخبر لأبوه عبد الله بن عمر فرح إن ابنه قال كلمة الحق في وجه سلطان ظالم. صحيح ذرية بعضها من بعض، بارك الله في الفاروق وفي حفاده وفي ذريته. السلام عليكم أصحابي وأحبابي.